سلام، كنتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. كما كيبان لكم في الفيديو اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي الاغلبيه ديال الناس كيقلبوا عليها، اللي هي الكوكيز، ولكن الكوكيز برقائق الشوكولاته البيضاء اللي كيتسموا باللغه الانجليزيه ريد فيلفيت وايت شيبس كوكيز. اليوم جبت لكم بواحد الطريقه سهله، مقادير اللي هي بسيطه، غتحصلوا على واحد الكوكيز اللي مني كنقلبوا اننا ناكلوه كنلقاوه كيتباع في المخابز بواحد الثمن اللي هو غالي، لا بياس ممكن توصل حتى ل 30 درهم لا بياس وحده في اماكن واحده اخرى من العالم، في فرنسا ونيويورك لامريك غتلقاهم بواحد الثمن اللي خيالي، ممكن يوصل حتى ل 20 دولار بوغ لا بياس وحده الا كانت كوكيز، وطبيعه الحال بالشوكولاط كوفرتور بالمقومات هي اللي كتخليها توصل لذاك الثمن. اليوم انا جبت لكم طريقه سهله بسيطه الاعداد ديالهم، وانا اكيده انكم الا تبعتوا الوصفه من الاول حتى الاخر غتحصلوا على هذا الكوكيز اللي هو رائع كيعادل البنه ديال الكوكيز اللي هو بالشوكولاته السوداء الابيض. غنحتاجوا من الدقيق 295 دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، ماشي بالضروره يكون الدقيق اللي هو خاص بالحلويات. غنحتاجوا 300 غرام من الشوكولاته البيضاء، انا تقريبا قسمتها لجوج ديال الانواع. 150 غرام من الشوكولاته اللي كان فيها المذاق ديال الكراميل اللي هي ديك كتشوفها ديال واحد الماركه اللي هي معروفه، و150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء. بجوجهم خاصهم يكونوا شوكولاط كوفرتور ماشي شوكولا ولا سكر شوكولاتي. غنحتاج من الزبده ما يقارب 150 غرام من اصل حيواني. بالنسبه للسكر الاشقر منه 100 غرام، والسكر ابيض حبيبات منه 50 غرام. ممكن يكون عندكم 150 غرام سكر ابيض الا ما كنتوش كتوفروا على سكر اشقر. بالنسبه للكاكاو ولا بودره الكاكاو المر استخدمنا منها 25 غرام. كانت عندي بيكربونات الصودا عندي منها 3 غرام، والخميره ديال الحلويات عندي منها 4 غرام. غنستخدموا ايضا واحد 9 غرام اللي تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الشاي ديال نشا الذره. غنستخدم واحد ملعقه مائده ونصف حتى لجوج معالق ديال المائده ديال مستحضر الفانيلا الطبيعي، معاه ملعقه مائده من الخل الابيض. بالنسبه للبيض استخدمت بيضه كامله وحده معها جوج صفار ديال البيضات، يعني 3 البيضات وحده غنستخدمها كامله، والبيضتين الاخرتين غنستخدم منهم غير صفار ديال البيضه. وبالنسبه للملون الغذائي، هذا هو الملون الغذائي اللي استخدمته اللي هو ملون غذائي احمر. من الاحسن انكم تستخدموا ملون غذائي اللي هو جيل ولا هو بودره. انا كنستخدم ماركه اللي هي معروفه اللي هي كتسمى ويلتون، اللي هي ماركه امريكيه اللي كتبيع جميع مستحضرات الحلويات والمستلزمات ديال الحلويات، الماتيريال ولا هذاك كيتوفروا هاد الماركه كاينه في الاسواق المغربيه، ممكن تاخذوهم واخا كيكون الثمن ديالهم واحد شويه غالي، ولكن هادو هما الفود كولورين، هما الالوان الغذائيه اللي كنستخدموهم بدون ما نكونوا خايفين من الاستخدام ديالهم. الا لقيتوا هاد الماركه ما كنديرش لهم اشهار، ممكن تعتمدوا عليها انكم تدخلوا في بزاف ديال الوصفات ديال لي زونطرومي ديال بزاف ديال الاشياء اللي ممكن نحضروهم. اول شيء كناخذ اناء وكنقوم بالاضافه ديال الزبده اللي خاصها تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني على الاقل نكون خرجت ديال واحد 3 ديال السوايع. كنضيف عليها السكر كما قلت مسبقا. السكر ماشي بالضروره يكون السكر الاشقر، ممكن هاد 150 غرام ديال السكر اللي فيها 50 غرام سكر ابيض وسكر اشقر تكون كامله اللي هي 150 غرام سكر ابيض حبيبات. غناخذ ضراب ولا مضرب يدوي وغنخلط الكل جيدا حتى نحس بان هذاك السكر بدا كيذوب لي في هذاك الزبده. غناخذ هادوك 3 ديال البيضات اللي هما جوج صفار ديال بيضتين وبيضه كامله. كل بيضه هنايا كان الحجم ديالها بدون قشور 150 غرام، يعني الحجم ديالهم كان تقريبا حجم اللي هو متوسط حتى الكبير. كنضيف هذاك الفود كولورين هذاك الجل كنضربو مزيان مع البيض. غتحتاجوا منه واحد تقريبا ما يعادل واحد ملعقه شاي ونصف هو اللي غتستخدموه. انا ما كنبغيش نكثر منه، ولو ما كنحصلش على ديك النتيجه ديال داك اللون الاحمر الفاقع كنفضل انه ما نضيفش بزاف منه حيت كيبقى هو ماده كيماويه. كندرب الكل جيدا البيض مع الزبده ومع السكر، وكنضيف المواد السائله الاخرى اللي هي المستحضر ديال الفانيلا منه ملعقه مائده ونصف، وعندي ملعقه مائده من الخل الابيض. وهنايا كنوقف التضريب وكناخذ من خل ولا غربال وكنضيف المواد الجافه عندي النشا الذره، بيكربونات الصودا، الخميره ديال الحلويات، وعندي البودره ديال الكاكاو.
هذاك اللون اللي انايا كنحس الا ضفنا الدقيق بوحدو بدون البودره ديال الكاكاو ما غاديش يكون عندي هاد الكاكاو. كما كنسميه ريد فيلفت. اللي عارف شنو هو الريد فيلفت، كاينه واحد الكاطو معروف كيتسمى ريد فيلفت كيك، كنحضروه بتقريبا ماشي بنفس الطريقه ولكن عن طريق مزج هاد جوج ديال الاشياء، الملون الغذائي الاحمر وعن طريق مزج بودره الكاكاو مع الدقيق. تقريبا نفس العمليه كنديروها في التحضير ديال هاد الكوكيز اللي حنايا كنسميه ريد فيلفت. مرجعيه للكيك اللي هي مشهوره في العالم اللي هي كتسمى ريد فيلفت كيك. كناخذ واحد المغيس وكنحرك هاد العناصر كامله حتى نحس بانها تزانجات، وحتى هذاك الملون الغذائي ما يبقاش عندي في القاع ديال الاناء. في هذه المرحله كنضيف الشوكولاته. كما قلت انا ضفت جوج ديال الانواع البيضاء. الشوكولاته البيضاء اللي هي كانت عندي هي بحال الشوكولا اولي ولكن منسمه بالكراميل، وعندي الشوكولاته البيضاء. اختاروا احسن شوكولاته ممكن تلقاوها في الاسواق التجاريه ولا من عند الاشخاص اللي هما كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات اللي الشوكولا كوفيرتور. ما تشريوش سكر شوكولاتي اللي هو غيتحرق لكم في هاد الوصفه الا دخلتوه للفرن، وغيعطي واحد الطعم اللي هو ماشي نهائيا طعم ديال البوردو كاكاو ولا طعم ديال الكاكاو. كنخلط الكل جيدا وكندوز للتشكيل ديالهم على شكل كرات اللي تقريبا على حسب نتوما اش كتبغيو، ولكن انا كنفضل ان هذا الحجم ديال الكوكيز يكون واحد شويه كبير، يعني كنتزاوج هذيك 60 غرام في كل كره. وكندخلو للثلاجه، ضروري انه يبقى في الثلاجه على الاقل واحد ساعه ولا ساعه ونصف قبل ما ندخلو للفرن. اخر حاجه كنديرها هي ملي كنخرجو من الثلاجه وكيكون هذوك الكرات جمدوا ليا، حيت كميه الزبده كتكون مهمه، يعني انا كنضيف قطعه من الشوكولاته البيضاء على الوجه ديالو باش دير لي هذاك الغابيل بان هذا الريد فيلفيت كوكيز فيه الشوكولاته البيضاء. ممكن يبقى في الثلاجه حتى ل4 ايام قبل ما تقوموا بالطهي ديالو. ممكن تحتفظوا به مجمد يعني ما طيبش كعجينه حتى تقريبا مده 3 اشهر. يعني هذا من الانواع ديال الكوكيز اللي ممكن ان فوا تبغيو كوكيز وحده ولا جوج تاخذوا وحده ولا جوج من الكونجيلاتور وتدخلوها الطيب واحد تقريبا 10 ديال الدقائق على 80 سلسلس، وما تفوتوش 10 ديال الدقائق. كنفرش ليه واحد السيلبات ولا واحد السيليكون مات لتحت، ممكن يكون غير ورق ديال الطهي. 10 دقائق كيكون وصل داك النضج المثالي. كما كتشوفوا هذا هو اللون اللي كيجي عنده، كيكون واحد اللون اللي هو ما بين هذاك البني الغامق وما بين الاحمر الغامق. هذا هو اللي اللون انني كنفضل انه يكون عندي. وما نعاودش لكم على واحد البنه كاينه فيه ديك الشوكولاته البيضاء، حتى ديك الشوكولا اللي هي شوكولا اولي بالكو ديال الكراميل، حتى هي كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين، كيجي معلك من الداخل. وانا متاكده بانكم ولو تبغيو تاخذوه من المخابز يستحيل انكم تاخذوه يكون بنفس هاد القيمه الذوقيه اللي كاينه في الكوكيز ملي كتقوموا بالاعداد ديالو في المنزل وكتكونوا عارفين ان المكونات ديالو كاملين درتوهم على يديكم. ما كاينش شي مكون واحد اخر غريب ولا دخيل على هاد الكوكيز. كنتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني كانت معكم مريم. كنتمنى انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات اللي كنحطها كل اسبوع. وانا نقول لكم كما العاده نشوفكم مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله عما قريب.